بصوا يا بنات، في بنات كتير جدا فاكرة ان ضعف شخصيتها ده بسبب انها طيبة ورقيقة او قلبها ابيض. بس الحقيقة غير كده خالص. الضعف مش طيبة، واللي يخليكي تباني ضعيفة مش انك بنت ولا انك رقيقة، لا، هي شوية اخطاء صغيرة بتعمليها من غير ما تاخدي بالك، وده اللي بيخلي اللي حواليكي يتعاملوا معاكي على انك سهلة او ملكيش كلمة. الموضوع هنا مش انك تغيري نفسك ولا تبقي حد تاني، لا، الموضوع كله انك تاخدي بالك من الاخطاء دي وتوقفيها فورا. واللي عايزه اقولك عليه من دلوقتي، قوه شخصيتك مش محتاجه انك تتعصبي او ترفعي صوتك. قوه شخصيتك في انك تبقي واضحه واثقه وعارفه انت مين. النهارده هنتكلم عن الاخطاء دي وازاي بننتبه ليها علشان تباني قويه من غير ما تضغطي على نفسك او تفقدي رقتك. تابعوا الفيديو للنهاية علشان فيه كلام مهم جدا واخطاء لازم تعرفيها، ودوسي لايك للفيديو علشان يوصل لكل بنت. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضارة سودا. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا مع بعض نعرف ايه الحاجات الغلط اللي ممكن تضعف شخصيتنا. اول حاجة غلط، خوفك من انك تجرحي حد. ازاي؟ كتير من البنات عندها خوف من انها تجرح حد او تزعل حد، فتلاقيها دايما تقول حاضر، اوكي، حتى لو الحاجة ضد راحتها. المشكلة ان الناس مع الوقت بتفتكر انك ملكيش شخصية لان مفيش موقف، مع ان كلمة لا مش أسوأ او تصرف غلط لو اتقالت في الوقت الصح. بالعكس خالص، ده احترام لنفسك. ازاي تصلحي المشكلة دي؟ دربي نفسك قدام المراية، قولي لا، اسفة، مش هقدر، بجملة بسيطة وابتسامة. ده طبعا لو ما عندكيش الشجاعة. هتلاقي نفسك بترتاحي مع الوقت، تدي لنفسك شجاعة انك تقولي لا. تاني حاجة ممكن تضعف شخصيتك، الاعتذار الكتير. في بنات كل كلمة تقولها تلاقيها مكررة اسفة، معلش، سامحني، حتى لو هي ما عملتش حاجة غلط. الاعتذار المبالغ فيه بيخلي اللي قدامك يحس انك مش واثقة في نفسك. المفروض تعتذري لما تكوني غلطانة فعلا، لكن مش في كل موقف. مثلا بدل ما تقولي اسفة اني بسأل، قولي ممكن اسألك على حاجة، وشوفي الفرق في الثقة. تالت حاجة غلط ممكن تضعف شخصيتك، التردد. لما تحبي تاخدي قرار مهم تفضلي رايحة جاية، تسألي كل الناس وتغيري كلامك كل شوية. التردد بيخلي اللي قدامك يحس انك مش قادرة تتحملي مسؤولية. طيب حل المشكلة دي ايه؟ خدي وقتك في التفكير وما تتسرعيش قبل ما تعلني قرارك، ولما تقرري قولي كلامك بثبات حتى لو القرار غلط. ده هيبين انك شجاعة وجادة وبتتحملي المسؤولية. رابع حاجة غلط ممكن تضعف شخصيتك، الصوت الواطي قوي او الصوت العالي زيادة عن اللزوم. ايه ده؟ ازاي؟ هقولك. الصوت الهادي جدا بيخلي الناس متخيلة انك ضعيفة خايفة، والصوت العالي جدا بيخليكي باينة عصبية او مش متزنة، بتباني انسانة ضعيفة. بتستخدمي صوتك علشان تقدري تنتصري على اللي قدامك بصوتك العالي. الافضل انك تتكلمي بنبرة وسطية، نبرة فيها ثقة، نبرة واضحة. مثلا شوفي نفسك كأنك بتسجلي فيديو، لازم اللي قدامك يسمعك من غير ما تتعبي نفسك، من غير عصبية. وقتها هتكوني وصلتي للثبات والهدوء والثقة في صوتك، ومش هتباني ضعيفة. خامس حاجة غلط ممكن تضعف شخصيتك، المجاملة الزايدة. يعني ايه؟ انك تجاملي الناس كويس، بس لما توصلي لمرحلة انك بتمدحي الناس في كل حاجة حتى لو مش مقتنعة باللي بتقوليه، ساعتها هتباني انك بترضي وخلاص، هتباني انك بتنافقي. القوة انك تجاملي بصدق، ولو مش مقتنعة اسكتي من غير ما تجرحي. سادس حاجة غلط ممكن تضعف شخصيتك، انك تسيبي الناس تقطع كلامك. يعني ايه؟ كتير من البنات لما حد يقاطعها في الكلام بتسكت وتكمل كأنها مش موجودة. ده بيخلي صورتك قدام الناس كأنك مش مهمة. الحل بسيط، لما حد يقاطعك في الكلام ابتسمي وقولي بهدوء ممكن اكمل كلامي وبعدها هسمعك. كده بتحافظي على احترامك واحترامه في نفس الوقت. انت كده قوية مش ضعيفة وبتثبتي شخصيتك. الخلاصة يا بنات،
قوة شخصيتك مش انك تبقي قاسية او جامدة، لا، قوة شخصيتك انك تبيني للناس انك عارفة انت مين وبتحترمي نفسك قبل اي حد. فلو بطلت الاخطاء دي هتعرفي تقولي لا في الوقت الصح في الموقف الصح من غير خوف. هتقللي الاعتذار الزيادة، هتكوني واثقة في قراراتك وتبطلي تردد طبعا. صوتك هيبقى هادي وفي نبرة ثقة، كلامك هيبقى صادق وهيكون عندك حضور وسط اي حد. افتكري دايما الرقة مش ضد القوة، تقدري تبقي رقيقة وواثقة في نفس الوقت. لو بتتابعني على اليوتيوب اشتركي في القناة وانضمي لفريق نضارة سودا، ولو بتتابعني على الفيسبوك اعملي متابعة بسرعة، اللي جاي اقوى. وعايزة اقول حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.